السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة عالم العروض والتقنية. أهلا ومرحبا بكم فيديو جديد. حبيت أشارككم النهاردة ميزة جديدة اتضافت على محفظة أورنج كاش. أورنج كاش عمالة تضيف خدمات حلوة جدا وبتكبر المحفظة، وكل الخدمات بتضاف عليها. الخدمة الجديدة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة وهي كارت أونلاين، كارت الدفع أونلاين. ده بيحميك من عمليات الاحتيال. طبعا كنا سمعنا ان بعض الناس ضعاف النفوس بيبداوا يسرقوا بيانات كروت الائتمان والحسابات، فممكن يسحب الفلوس بتاعتك او يسرقها، فبيبقى ايه الموضوع مش تمام. كمان لو انت مضيف الكارت الائتمان بتاعك على اي موقع او على اي برنامج، ممكن يحصل هاكر عليه ويبداوا يسرقوا الاموال بتاعتك، لو في كارت الائتمان او لو في حساباتك البنكيه. فاورنج هنا اضافت كارت الدفع اونلاين. ده موجود من زمان جدا في فودافون كاش، وموجود في اتصالات كاش، بس الحاجه الحلوه ان هو بدا يتضاف كمان ايه في اورنج كاش. تمام. هنا بيقول لك هنا عن الكروت الافتراضيه. بيبقى هنا لو انت عندك كذا كارت بيبقى ظاهر هنا عندك الكروت الافتراضيه. ننزل كده السهم ونبدا نقرا. بيقول لك هنا رقم الكارت الافتراضي الفي سي ان عبارة عن كارت رقمي يعمل بنفس خصائص كارت الائتمان من خلال إنشاء رقم كارت مختلف مكون من 16 رقم وتاريخ انتهاء صلاحية لكل كارت. ستقل احتمالية تعرضك للاحتيال. يعني انت بتعمل عشان تعمل مثلا معاملة، عايز تشتري حاجة مثلا من على اي موقع اونلاين، بتبدأ تعمل كارت اونلاين بالمبلغ. مثلا اشتري مثلا ب 5000 ب 1000 ب 200 ب 500، بتعمل كارت اونلاين بالمبلغ دوت، ويبقى ليه 16 رقم وصلاحية وكل حاجة جدا زي كارت الائتمان. عشان بقى نعمل كارت او ننشئ كارت دفع اونلاين، بنضغط هنا كده، بيجيب لك هنا طبعا رصيد المحفظة، طبعا بيظهره لك مبلغ كارت دفع اونلاين. الحد الادنى للمبلغ هو 5 جنيه، والحد الاقصى هو 30,000 جنيه. نيجي كده لازم نوافق على الشروط والاحكام. نبدا هنا نقرا الشروط والاحكام. بيقول لك الشروط والاحكام بتاعه الكارت الاونلاين ان اصدار رقم البطاقه الافتراضيه معفاه من الرسوم. يعني اورنج عاملاها معفي من الرسوم، غير فودافون واتصالات اللي هي ب5 جنيه. بس بعد كده هيعملوا رسوم بعد كده يعني، بس هم ما قالوش، بس انا بقول لك يعني بعد الموضوع ينتشر بيعملوا رسوم عليه. رقم البطاقة الافتراضية صالحة لمدة 24 ساعة، ويمكن استخدامها في عملية شراء واحدة فقط. يعني انت بتعمل الكارت الاونلاين وتستخدمه مرة واحدة في عملية شراء واحدة فقط، وكمان صلاحية الكارت 24 ساعة. بيقول لك الحد الأقصى لكل رقم بطاقة افتراضية هو 30,000 جنيه مصري، بما لا يتعدى الحد الأقصى الشهري للمحفظة. يعني ليك برضو حد أقصى الشهري للمحفظة تبقى 170,000 أو 150,000. ما بتعمل كروت أونلاين ما يتعداش برضو الايه الحد الاقصى بتاع المحفظه. يعني مثلا لو قلنا مثلا لو الحد الاقصى عملت 10 قروض ب 300,000 جنيه، طبعا مش هينفع. تمام. ما تعداش الحد الاقصى بتاع المحفظه، تبقى 170,000 تقريبا. نراجعوه كده، هنراجعه تاني هنقول عليه بعد كده في ايه في فيديو منفصل. لا يمكن استخدام رقم بطاقه افتراضيه الا للتاجر المحلي فقط. يعني البطاقه الافتراضيه دي ما بتستخدمش على المواقع الايه الخارجيه، مثلا زي جوجل او اي تاجر محلي، اي تاجر دولي يعني. لا يمكن اجراء عمليه شراء بمبلغ اعلى من المبلغ الصادر عن رقم البطاقه. يعني مثلا انت عندك مثلا عمليه شراء ب 5000 جنيه، ما ينفعش تعمل كارت ب 4900 جنيه او 4999 جنيه. لازم بيكون بالمبلغ. تمام. آه، يمكن العميل اصدار رقم بطاقتين افتراضيتين يوميا. ليك بطاقتين افتراضيتين في اليوم، مش اكتر من كده. يمكن العميل اصدار 30 رقم بطاقة افتراضية شهريا. يعني خلال الشهر تعمل 30 بطاقة افتراضية. في حالة الاسترجاع سيتم اضافة المبلغ الى المحفظة. يعني لو انت ما استخدمتش الرقم او ما استخدمتش الرقم بتاع البطاقة او البطاقة، بترجع تاني الفلوس للمحفظة. نرجع كده ونجرب نعمل كارت اونلاين. نعمل واحد ب5 جنيه، وبيقول لك هنا سيتم انتهاء صلاحية الكارت بعد 24 ساعة، وسيتم خصم قيمته من رصيد محفظتك. استمرار. بيقول لك المبلغ والرسوم، المبلغ 5 جنيه والرسوم زيرو. هنعمل له كده تأكيد. طبعا بندخل رقم السري بتاع المحفظة. بيجي لنا بعد كده رقم او تو بي عشان يتأكد ان انا اللي بستخدم المحفظة بتاعتي. محدش بيستخدم المحفظة غيري، مثلا او الموبايل بتاعي غيري. تمام كده. هيقول لك هنا تكلفة المعاملة 0 جنيه 5 جنيه. كارت الدفع اونلاين، التاريخ لغاية 26 مارس،
والوقت لغاية 4، يعني ان شاء الله 4:52. وجالي بيانات الكارت اهيت، جالي بيانات الكارت. ماشي، ندخل تاني كارت اونلاين. اهو رقم الكارت يا جماعه كم مظبوط اهو، 5 جنيه. وبعد كده بنظهر هنا اظهار تفاصيل الكارت، بيجي لك الرقم السري اللي هو ال3 ارقام، وبيجي لك الرقم الكلي بتاع رقم الكارت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تعملوا لايك وشير للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.